يتم لك عملك. نعم. يقول هل يجوز أن أقول أستغفر الله عن أخي فلان؟ نعم يجوز. الله استغفر الله أو شو اسمه اللهم اغفر لأخي، اللهم اغفر لأبي. وأنت تعرفون الآية وما شو اسمه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى. معناه أنه لهم أن يستغفروا للمؤمنين، هذا معناه. والآية الثانية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أنا الآن أعرف بعض الإخوان حدثوني جزاهم الله خير وحتى بعثوا الهمة عندنا، يقول أنا واضع مع وردي يوميا أستغفر لأبوي 10 مرات ولأمي 10 مرات ولأجدادي وجداتي 10 مرات ولأجداد والدي وجداتهم 10 مرات. يقول الحمد لله صدقة ما حد يدري عنها. يقول استغفر لخالاتي وأخوالي وعماتي وأعمامي وأخوال والدي وخالاتهم وأعمامهم وعماتهم، واستغفر لزوجتي ووالديها، واستغفر لأختي وإخواني وأخواتي وإخواني وأزواجهم وذرياتهم، واستغفر لجميع قرابتي المؤمنين، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. يا إخواني هذه هبات صدقات توزع أنت على قرابك ما حد يدري عنها إلا الله سبحانه. ما حد يدري عنها إلا الله. يعني قريبك الآن بعيد وربما بعض قرابك زعلان عليك وانت تستغفر له. صحيح. هذا هو الآن يعني زعلان عليك وجاي في نفسه عليك تقول اللهم اغفر له يا رب اغفر له اللهم اغفر له اللهم طيبة قلبه. أي نعم يا أخي هذه صدقة، هذه صدقة. نعم. طيب يقول أيضا حفظكم الله يمكن في حياته عليه ذنوب إما بسبب النميمة أو غيبة أو ذنوب لا نعلم لها، ماذا نفعل؟ هل نتصدق عنه أو ندعو له أو نستغفر له؟ ما هي صيغة الاستغفار؟ يا أحبابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يؤتى بالرجل، الرجل يعني أو المرأة إنما، فيوضع له المنزلة في الجنة، يوضع له المنزلة في الجنة فيقول يا ربي عملي لا يوصلني إلى هذا، فيقول الله له بلغتها باستغفار ولدك الصالح لك. ولدك يعني ابنك وبنتك، ولا هو بس ابنك، قد يكون استغفر لك عيالك أحفادك. فهمت؟ بلغتها باستغفار ولدك الصالح لك. يا إخواني في بعض الناس الآن يستغفرون لوالديهم يخصون لهم جزء من الاستغفار في الليل وفي النهار ومع الأوراد وفي السجود. لماذا؟ لأنهم يقولون هذه صدقات نوصلها إلى أهلنا. كل واحد يا إخواني من الناس الآن عنده حسابين، حساب في بنوك الدنيا وحساب في بنوك الآخرة. رب العالمين سبحانه. بنوك الآخرة أي شيء ترسله البنك ربي يسجل، أي شيء يسجل. ولذلك يا أخي سجل في حساب أبوك، في حساب أمك، حساب خالك، حساب خالك. أعجبني يوم من الأيام واحدة من الإخوان يقول يا أخي أنا عندي خالات بدو مات ذيك الحين في البادية ذيك الحين الولادة موت يعني ما من احتاجت قيصرية ماتت ما عندهم قيصرية. يقول والله يا أخي مات بولادة وأمي يعني مهتمة فيهن وحججت عنهن وأنا كل ما ذكرت يعني حالتهم كذا يقول والله أني ما عندي إلا أستغفر لهن الآن وأستغفر لهم بأسمائنا. اللهم اغفر لخالتي منيرة، اللهم اغفر لخالتي نورة، اللهم اغفر لخالتي هيا، اللهم اغفر لها خالتي إن شاء الله. يقول أنا أبدا أستغفر لهن وأعلم أن استغفاري سيصل إلى الله والله تعالى بيضع في حسابهن. رب العالمين يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. بارك الله فيكم. نعود إلى الأسئلة.